السلام عليكم ورحمة الله. يا رب متابعينا الغاليين يكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. يلا النهاردة نعمل كده التحلية الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت بكل سهولة كده عملناها. طبعا كده حاجة تضطر علينا كده في الحر اللي احنا فيه ده، فقلت بقى ان انا مش هلاقي اجمل ولا احلى من طبقات الكراميل مع الكيك مع الجيلي. طبعا طبقات كده جميلة جدا وسهلة كده وسريعة. بدأت اللي انا اعملها كده عشان خاطر طبعا احطها كده عندي في التلاجة. حاجة جميلة بصراحة. كانت سهلة كده، كانت سهلة بكل سهولة عملتها. ولو عجبكم بقى الفيديو اهم حاجة اللايك والشير عشان يرفع لنا الفيديو. ويلا بينا نبدأ. نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ. طبعا اول حاجة بجهزها هي الصينية. بخليها كده جنبي. طبعا انا جبت كده مكعب من الزبدة وبدأت اوزعه كده في الصينية. هوزعه، بس اهم حاجة تغليه في الصينية كويس. ممكن زبدة وممكن معلقة سمنة بلدي. بس بصراحة انا يعني المرحلة ديت يا سمنة بلدي يا زبدة بتكون جميلة جدا معاها. بس الزبدة بتدارح حلوة. برضه انا هشتغل في الكيك بالزبدة، فقلت بقى خليها ان انا اوزع فيها كده بالزبدة زي ما انت شايفة كده. طبعا انا وزعتها كويس وبدأت ان انا اجيب كده شوية صغيرين خالص من الدقيق، وهبدأ زي ما انت شايفة كده. حطيت الدقيق فيها. تخبطي بقى الصينية كده بالراحة واحدة واحدة كده لغاية ما يتوزع فيها الدقيق والزيادة تتخلصي منه. حطيت 3/4 كوباية من السكر وهحط 3 بيضات. وطبعا هتكون معايا معلقة كبيرة من الفانيليا. كتري الفانيليا هنا شوية بتديها ريحة حلوة قوي. يعني انا حطيت كده قد معلقة كبيرة. وطبعا هبدأ ان انا هضربهم كده بالمضرب. ممكن تاخديهم تضربوهم في الخلاط وممكن تضربوهم. طبعا معايا كان نص كوباية من اللبن. وهبدأ ان انا حطيت عليه كده معلقة كبيرة مليانة جامد من الزبدة. وهيكون معايا المواد الجافة كوباية ونص من الدقيق. دولت كده كوباية ونص من الدقيق. هحط عليهم الباكو اللي هو كيك شيف ده. كانت بس اتبقى منه شوية صغيرين خالص، وطبعا ذرة الملح الصغيرة. خلاص كده انا هبدأ ان انا هفضل اضرب بقى بالبيض كده والسكر مع بعض والفانيليا لغاية ما زي ما انت شايفة كده الخليط ابيض معايا وتقل. طبعا المرحلة دي بتخلي معايا الكيك كده هش كده وجميل. هيكون معايا الزبدة واللبن دولت اخر حاجة هضيفهم. بس هرفعهم الاول على النار لغاية ما يغلوا. طبعا ديت معلقة كبيرة من الخل. معلقة الخل بتخلي لون الكيك كده فاتح، بتخليه ابيض كده وجميل. وبتخلي الكيك هش معايا كمان. طبعا اول ما بنزل بالخل وبنزل بالدقيق. طبعا الدقيق عليه اللي هو كيك شيف اللي هو البيكنج باودر بيكون بيعمل تفاعل كده، فما شاء الله بيخلي الكيك معاكي هش كده وجميل. طبعا زي ما انتم شايفين انا نخلت الدقيق ده قبل كده مرتين، ودي التالتة بنزل بيه واحدة واحدة كده. يعني مش بنزل بالدقيق كله مرة واحدة، يعني ممكن تنزلي بيه على 3 مرات. وببدأ يا دوبك مشغلة المضرب على السرعة الهادية خالص، يا دوبك بس الدقيق يختفي وخلاص. في ال3 مرات الدقيق بس يختفي يبقى كده معايا الكيك جاهز. وممكن تقلبيه بالمعلقة مفيش مشكلة. خلاص كده انا زي ما قلت لكم غليت بقى الزبدة مع الدقيق، مع اللبن. غليتهم على النار وبعد كده نزلت بيهم على الكيك كده. وما تخافيش من البيض ان البيض معاكي هتقولي البيض هيستوى ولا حاجه. لا مش هيستوى، لان البيض اختلط معاه دقيق واختلط معاه سكر. فما تخافيش يعني، ما تقلقيش، اختلط معاه كذا حاجه يعني. خلاص كده معايا الكيك جاهز. طبعا المرحله ديت بتخلي معاكي الكيك يعني مش عايزه اقولك كيك اسفنجي كده، كيكه هشه وجميله جدا. طبعا بدات اللي انا انزل بيها كده في الصينيه. ممكن في المرحله ديت تعملي صينيه صغيره. يعني انا حابه اللي هي صينيه كبيره عشان خاطر انا عايزه طبقه الكيك تكون رقيقه مش سميكه. لو كنت عايزاها سميكه هتخلي الصينيه معاكي صغيره. بس زي ما قلت لك كده خلاص كده هياخد معايا من 10 دقايق لربع ساعه، لان الكيك خفيف خالص زي ما انت شايفه كده. طبعا خلاص كده آه هاخد بقى اقطعه بقى، قطعي زي ما انت عايزه. بس انا بس بوريكي بقى الكيك دلوقتي. هوريكي الكيك قد خفيفه. بصي ما شاء الله، يعني انا مش قادره اقول لك قد كانت كيك يعني الكيك كده كيك اسفنج بصراحه. جميل جدا وخفيفه.
شايفه قد ايه القطعه كده هشه كده وجميله. طبعا انا وريتكم الاول الكيك. انت ممكن تشتغلي بمرحله الطبقات ديت، تشتغلي ببسكوت، تشتغلي بكيك زي ما انا اشتغلت كده. بصراحه الكيك معايا وفر معايا كتير يعني. أنا البسكوت كنت هشتري كميه كبيره، فالكيك بقى ايه، كان معايا طبقه الكيك من تحت كده اوفر لي واحسن بكتير يعني. وزي ما انت شايفه كده بدات اللي انا اجيب الكاس كده واقطع كده القطعه كده على قد الكاس. طبعا اللي انا بشيله ده مش برميه ولا حاجه، انا بستخدمه برضو زي ما انت شايفه كده بالكاس. وتقطعي قطعه كده. طبعا هعمل كل الكميه كده. بصي ما شاء الله الكميه عملت معايا كميه حلوه. كيك خفيف كده وهش وجميل بصراحه زي ما انت شايفه كده. طبعا كده خلصت كده طبقات الكيك. القطع اللي انا كنت بقطعها واللي زادت معايا بدات اظبط منها بالطباق الصغيره. تقدمي في كاسات، تقدمي في اطباق، مفيش مشكله. الحاجه المتوفره عندك اشتغلي بيها. طبعا زي ما انتم شايفين ده اللي معايا، ده اللي هسقي بيه الكيك. كان معايا يعني حطيت شويه صغيرين خالص من الفانيليا قد نص معلقه صغيره، وحطيت كوبايه من اللبن، وحطيت معايا كده معلقه من الكريم شانتيه، وحطيت معلقه من اللبن المكثف المحلى. ممكن تستخدمي لبن بودره، وممكن ما تستخدميش لبن مكثف محلى، بس الصراحه بيديله ريحه حلوه وطعم حلو. طبعا بدات اللي انا كده ايه بسقي الكيك كده. انت ممكن مش عايزه تسقي الكيك براحتك خالص، بس بصراحه بتديله طعم حلو. يعني انا مش بحط كتير ولا حاجه، يعني بسيط كده. وطبعا هيكون معايا كيس كده من اللي هو الكريم كراميل ده، على كوبايتين من اللبن. معايا كده كوبايتين من اللبن، وهحط له كده معلقه ونص من السكر. وهبدا ان انا ايه ارفعه على النار. انا في المرحله دي بصراحه هحط كده معلقه من النشا. ممكن تحطي بدلها كاستر، وممكن ما تحطيش اساسا نشا، بس انا حبيت ان انا ايه احط كده معلقه واحده بس من النشا. طبعا هرفعه على النار واقلب فيه لغايه ما يغلي معايا زي ما انتم شايفينه كده. طبعا خلاص كده هبدا ان انا ايه اصبه كده على طبقه الكيك كده. طبعا يعني انا بصب الطبقه ديت وبسيبها لغايه ما تهدى خالص. عايزه تحطيه في التلاجة حطيه. هو طبعا الجو حر، فاحنا ايه بدخله في التلاجة على الرف كده يهدى بس الاول شويه، وبعد كده بدخله في التلاجة على الرف لغايه ما يبرد معايا خالص. وبعد كده اكون ايه مجهزه طبقه الجيلي. معلش بقى، هي طبقه الجيلي احنا عملنا الجيلي قبل كده كذا مره مع بعض، فانا ايه هجيب طبقه الجيلي جاهزه كده. خلاص هو كده جمد معايا. والجيلي زي ما احنا عارفين انا عملت بكوين من الجيلي ده، جيلي دريم بصراحه بيكون جميل جدا. حطيت 3 كوبايات من الميه. حطيت الاول كوبايه ميه غليتها ودوبت فيها الجيلي، وبعد كده حطيت الكوبايتين الميه التانيين ساقعين. خلاص كده هبدا ان انا ايه اصب كده الجيلي، وهبدا ان انا ادخله التلاجة. لو بتعجبكم بقى فيديوهاتي ما تنسونيش طبعا باللايك والشير. واهم حاجه بقى اللي اول مره يشوف قناتي يخش كده ينورني ويشرفني بالاشتراك الجميل بتاعه. والسلام عليكم ورحمه الله.